قصتنا بتبدأ في مدينة اتحولت في لحظة لجحيم. فيروس غامض ظهر فجأة وانتشر بسرعة مرعبة زي النار في الهشيم. أي حد بيتصاب بيه ما بيموتش، لكن بيتحول تدريجي لوحش، زومبي فاقد العقل، كل همه ينهش في أي حد قدامه. وسط الكارثة دي بنقابل بطلنا، شاب بسيط اسمه كازو. شاب حياته عادية جدا، ولا عمره تخيل إنه هيعيش كابوس زي ده. كل حلمه كان بسيط، يلاقي شغل كويس ويعيش حياة هادية. لكن القدر كان ليه رأي تاني خالص. كازو كان رسام، بيحب يرسم سكتشات طول الوقت، لكن محدش كان شايف موهبته ولا حد مهتم بيه، لدرجة إنه اضطر يشتغل مساعد عند رسام تاني. شغل مرهق وفلوس قليلة. يرجع كل يوم بالليل مكسور، جسمه تعبان ونفسيته أسوأ. وكان عايش مع صاحبته ميرا، لكن علاقتهم كانت بتنهار يوم ورا يوم. هي اللي بتصرف وهي اللي شايلة كل حاجة، وابتدت تحس إنه عبء عليها. وفي يوم الخلاف بينهم وصل لمرحلة صعبة. صوتهم عالي، كلام جارح، ولحظة غضب طردته بره البيت. كازو خرج وهو مش مصدق، واقف في الشارع لوحده من غير مكان يروح له. قرر يقعد في حديقة قريبة يمكن يهدى شوية. مسك كتاب قديم وبدأ يقلب فيه، لكن تركيزه كان ضايع. جنبه كان في راجل بيتلوى من الألم بشكل غريب، لكن كازو تجاهله وقال يمكن تعبان وخلاص. تاني يوم راح شغله كأن مفيش حاجة حصلت، لكن الجو كان غريب. الناس متوترة، الأخبار شغالة، كلام عن فيروس خطير ظهر فجأة. في البداية قالوا حالات قليلة، بس الوضع كان بيخرج عن السيطرة. واحدة من زميلاتهم فجأة وقعت، جسمها بيتشنج، عيونها بتتغير. خرجت تجري بره المكتب، وكل اللي حواليها مصدومين. واحد قال إن جاره اتحول لوحش وبيهاجم أي حد. وفي اللحظة دي المدير دخل عليهم. كان شكله غريب، حركاته مش طبيعية، وهو بيبص لهم عينيه بدأت تسود. الكل اتوتر، لكن محدش كان فاهم الحقيقة. قرروا يباتوا في المكتب خوفاً من اللي بيحصل بره. بالليل ميرا كلمت كازو، كانت بتعتذر، صوتها مكسور. قالت له إنها غلطت وإنها ندمت. كازو حس بشوية أمل وابتسم لأول مرة، لكن وهو بيكلمها شاف في السماء هليكوبتر كتير جدا بتلف فوق المدينة، وده كان أول إنذار حقيقي إن في كارثة. الصبح كازو خرج بسرعة، اشترى كعكة ميرا المفضلة وقرر يصلح كل حاجة. وصل البيت، خبط، مفيش رد. استنى، اتصل، مفيش فايدة. بص من فتحة الباب، شافها نايمة، اتنهد براحة. لكن فجأة جسمها اتحرك بعنف، وقعت على الأرض وبدأت تتحرك بطريقة مرعبة. كازو اتجمد، بينادي عليها، لكن لما سمعت صوته رفعت راسها، وكانت عيونها مش طبيعية. هجمت عليه فجأة بشكل وحشي، بتخبط في الباب، بتعض فيه، لدرجة إن أسنانها بدأت تقع. كانت بتحاول توصل له بأي طريقة. كازو كان مرعوب، لكن في لحظة جمع شجاعته، مسكها وخبط راسها بقوة في جسم حديدي. وقعت وسكتت. المشهد كان صادم. هو لسه مش مستوعب إن دي كانت ميرا. هرب فورا، بيجري من غير هدف. الدنيا حواليه كانت بتنهار. الصبح كازو خرج بسرعة، اشترى كعكة ميرا المفضلة وقرر يصلح كل حاجة. وصل البيت، خبط، مفيش رد. استنى، اتصل، مفيش فايدة. بص من فتحة الباب، شافها نايمة، اتنهد براحة. لكن فجأة جسمها اتحرك بعنف، وقعت على الأرض
وبدأت تتحرك بطريقة مرعبة. كازو اتجمد بينادي عليها، لكن لما سمعت صوته رفعت راسها، وكانت عيونها مش طبيعية. هجمت عليه فجأة بشكل وحشي، بتخبط في الباب، بتعض فيه، لدرجة إن أسنانها بدأت تقع. كانت بتحاول توصل له بأي طريقة. كازو كان مرعوب، لكن في لحظة جمع شجاعته، مسكها وخبط راسها بقوة في جسم حديدي. وقعت وسكتت. المشهد كان صادم. هو لسه مش مستوعب إن دي كانت ميرا. هرب فورا، بيجري من غير هدف. الدنيا حواليه كانت بتنهار. ناس بتجري، صرخات، دم في كل مكان. شاف ست مصابة، وقتها فهم إن الفيروس انتشر. رجع لمكان شغله، لقى زميله ماسك مضرب وغرقان دم. قال له إنه اضطر يقتل واحد اتحول. وقبل ما يكملوا كلام المدير ظهر، لكن المرة دي كان زومبي بالكامل. زميله اتضرب وخلص عليه. وقتها قال له الحقيقة: العضة تساوي تحول. كازو اتصدم لأنه اتعض، لكن ما تحولش. افتكر إن ميرا كانت فقدت أسنانها فما عضتش الفيروس. قبل ما يستوعب زميله بدأ يتحول، وبدون تردد أنهى حياته بنفسه. كازو انهار وخرج يجري. الشارع كان جحيم، الزومبي في كل مكان. شاف ظابط جري عليه، لكن الظابط هجم عليه. هرب تاني، لقى بنت بتستغيث اسمها رينا. قبل ما يساعدها شاف زومبي جاي عليهم. حاول يتخيل إنه بيضربه بسلاح، لكن الحقيقة إيده كانت فاضية. في اللحظة دي تاكسي وقف وركبه، لكن الرحلة كانت أسوأ. السواق اتحول وحاول يقتلهم. العربية اتقلبت وطلعوا منها بالعافية. شافوا الأخبار، المدينة انتهت. في أمل واحد، معسكر عند جبل بعيد. قرروا يروحوا له. في الطريق رينا بدأت تتحول. طلبت منه يسيبها، لكنه رفض. وفجأة تحولت قدامه، لكن ما أذتهوش. كان لسه فيها جزء إنساني. كازو قرر يكمل معاها. الأيام عدت، الجوع، الخوف، التعب، لكن هو ما استسلمش. وصلوا أخيرا، لكن الصدمة: المكان مدمر، الناجين قليلين، والخطر لسه موجود. ومن هنا بدأت المعركة الحقيقية.